السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض سندوتشات الفاهيتا بتاعت كوك دور ومعظم المطاعم المشهورة بنفس طعم وريحة المحلات بالظبط. جبتلك سر الفاهيتا بتاعت المطاعم، نفس الطعم ونفس الريحة. حبايبي المتعودين يشتروها من بره مش هتشتروها من بره تاني خالص لو جربتوها بنفس الطريقة دي. كمان بقدمها لك بكذا طريقة. نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة ولايك كده حلو منك للفيديو، ولو انت اول مرة تتفرجي عليا فعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد مني. معايا كده صدر من البانيه حوالي 300 جرام او الكمية اللي انت هتعمليها. بقطعها شرايح كده بالطول، بس ما تكونش رفيعة قوي وما تكونش تخينة قوي. يعني نفس السماكة كده بالظبط. طبعا انا غسله البانيه كويس ونقعاه كده في شويه من الخل او شويه من الليمون قبل ما اقطعه. وبرده بعد ما بقطعه كده بديله كده شطفه كويسه وبسيبه كده في مصفى يتصفى. معايا كده فلفل الوان، فلفلايه كده رومي كبيره حمراء وفلفلايه خضراء. حابه تضيفي فلفل سبايسي اللي يعجبك. برضو بقطعها كده شرايح بالطول، برضو بتكون ايه يعني مش رفيعه قوي ومش تخينه قوي. قطعت الفلفل بتاعي كده، ابدا برضو معايا كده 3 بصلات متوسطين. قطعيهم بقى كده بالطول او بالعرض اللي يعجبك. بس حاولي يعني في البصل تكوني ايه يعني رققي كده البصل شويه. قطعت كده كل حاجه معايا، البصل والفلفل والفراخ، ومعايا كده شويه من الزيتون. في طاسه سخنه بقى كده على النار انزل كده بحوالي 3 او 4 معالق كده زيت كبار. الطاسه سخنه والزيت لما نزلته سبته شويه عشان يسخن. ابدا بقى كده انزل الفراخ واوزعها كده جنب بعضيها، وما اقلبهاش خالص، اسيبها كده حوالي دقيقتين او 3. ما اقلبهاش علشان الفراخ ما تنزليش العصاره اللي فيها وتنزل ميه كده كتير. فالتركية دي مهمة جدا، ما تخليش الفراخ كده تنزل مية او تنزل بمعنى اصح العصارة اللي فيها. الطاسة سخنة والزيت لما تنزليه سيبيه شوية لغاية لما يسخن، وبعد كده ابدأي انزلي بالفراخ ووزعيها كده جنب بعضيها. اشوح بقى كده الفراخ بتاعتي تشويحة كويسة. انزل بقى كده عليها بالبصلة، واشوح برضو كده البصلة مع الفراخ لغاية ما البصلة كده تدبل كده شوية. ابتدي بقى كده انزل عليهم بالفلفل. نزلت بقى كده بالفلفل الالوان بتاعي والزيتون. اديتهم بقى كده تقليبة كويسة. انزل بقى كده عليهم بحوالي معلقتين او 3 كبار من الخل. تركاية الخل دي مهمة جدا، دي اللي بتديكي نفس الريحة بتاعت المحلات بالظبط. انزل بقى كده عليهم بالتوابل بتاعتي. نص معلقة 7 بهارات، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، ممكن تستبدليها بالشطة عادي، ونص معلقة من الملح. وانزل عليهم برضو كده معايا طماطمايه كبيرة كده ناشفة. انا هنا باخد اللحم بتاع الطماطم، القلب لا. واديتها بقى كده تقليبه كويسه مع بعضيها. انزل بقى كده عليهم في الاخر خالص بحوالي ربع كوبايه من الميه واغطيها واسيبها بقى كده على نار متوسطه حوالي 5 دقايق. ربع كوبايه الميه دي بتديني كده صوص، بتعملي كده صوص حلو قوي. علشان ما تبقاش الفراخ ناشفه معايا، علشان ما تبقاش الفاهيتا كده ناشفه قوي، لا. ربع كوبايه الميه دي بتديني كده شويه من الصوص كده حلوين قوي. وكده بتكون الفاهيتا جاهزه معايا. حابة بقى تقدميها كده كسندوتشات جنب بطاطس محمرة وشوية كده من الصوصات اللي يعجبك. حابة تقدميها بقى
مع رز وشويه من السلطات برضو اللي يعجبك. الاتنين عايزه اقولك ان الاتنين احلى من بعض. سندوتشات او جنب رز كده وسلطه بتبقى طعمها حلو قوي. جربي الفاهيتا بالطريقه دي وبجد والله العظيم هتعجبك جدا، نفس طعم وريحه المحلات بالظبط. وطبعا اوفر بكتير، احنا من صدر واحد بس بانيه حوالي 300 جرام عملت الكميه دي كلها. وزي ما قلتلك قدميها بقى بالطريقه اللي تعجبك، جنب شويه رز بسمتي كده وشويه من السلطات بتبقى طعمها حلو قوي، او سندوتشات كده وجنب بطاطس محمره بتبقى برضو احلى واحلى. ايه رايك بقى في الجمال ده؟ بجد هنا ساسكت قليلا لان طعمها وريحتها بجد خطيره. والسندوتشات اجمل واجمل. جربي وصفة الفاهيتا دي وهتقوليلي بجد زي بتاعة المطاعم بالظبط. يا رب تكون وصفتنا عجبتكم، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.